إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجازات ذوي الإعاقة وعن نجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. برنامج إشراقة أمل، إعداد مطير المطيري، تقديم زهراء رمضان، سارة الصفار، تنفيذ دلال زيد. إشراقة أمل، إخراج عبد الله سليمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة الأسبوعية من برنامجكم إشراقة أمل. هذا البرنامج مختص بكل ما يهم ذوي الإعاقة، بحيث نسلط الضوء على إنجازاتهم وإبداعاتهم، ونبين أيضا أهم الجهات والمؤسسات اللي تدعمهم وتلبي لهم كافة احتياجاتهم. في كل حلقة من حلقات برنامج إشراقة أمل معنا ضيف مميز، واليوم ضيفنا هو ناشط في حقوق ذوي الإعاقة. علشان نتعرف عليه أكثر خلونا نستمع لهذا التقرير، ولنا عودة والحديث مع ضيفنا الكريم. ضيف هذه الحلقة علي لثويني، أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين وعضو لجنة المعاقين في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، مدير مساعد سابق لمدرسة الوفاء بنين، متلازمة داون، متطوع في عدة مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالإعاقة. عودة لكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج إشراقة أمل. وبعد ما استمعنا لهذا التقرير نرحب بضيفنا الكريم الناشط علي لثويني، ناشط في حقوق ذوي الإعاقة وأمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. نرحب فيك وأكيد يسعدنا وجودك معنا أستاذ علي لثويني، وشكرا لك على قبولك دعوة برنامج إشراقة أمل. بارك الله فيكم ويعطيكم العافية، وشكر لكم شكرا جزيلا على هذه المقابلة وهذا اللقاء. يا هلا ومرحبا فيك. بالبداية أستاذ علي لثويني، ما هي يا ترى آخر مستجدات قانون ذوي الإعاقة؟ وآخر مستجدات الآن هو إعادة التعديلات اللي تم الموافقة عليها، والآن التعديلات عند لجنة المعاقين في مجلس الأمة، ومثل ما ذكر رئيس اللجنة بيعيد النظر فيها وبيشوف مدى إمكانية إعادة التوافق مرة أخرى بين المجلس وبين الحكومة، وإن شاء الله الأمور توصل إلى توافق بإذن الله. هذا آخر ما استجد في قانون المعاقين. طبعا دخلت عليه عدة تعديلات، وعدة تعديلات ماخذينها من يعني أولياء الأمور المعاقين، من المعاقين اللجنة يعني من بعض النواب، وتم صياغتها وطرحها وأخذت يعني رضا جموع المعاقين وذويهم وأسرهم، وإن شاء الله أيضا بعد ما تقر مرة أخرى تأخذ رضا أيضا كذلك المعاقين وذويهم بإذن الله، والحكومة ما تقصر والمجلس ما يقصر إن شاء الله. صحيح، ما شاء الله احنا نرى بأن الحكومة تهتم بشكل كبير بذوي الإعاقة، ويعني تحاول تلبي لهم يعني احتياجاتهم ومتطلباتهم، إلا أن بالنسبة لهذه المستجدات ما هي يعني الطلبات اللي هم حاليا بحاجة لها؟ وكل واحد صاحب حاجة يقول أنا حاجتي مهمة.
نعم. عشان كذي حتى الواحد لما يتابع الردود بعد عودة التعديلات إلى مجلس الأمة يجد كل صاحب هم أو كل صاحب طلب قاعد يدافع عن الطلب اللي هو وصله حق مجلس الأمة. فمن الأشياء المهمة اللي نراها إنها كل التعديلات مهمة. نقول مثلا من بينها حق الأم الكويتية اللي ترعى معاقين غير كويتيين بأن تتفرغ كمكلف، تتفرغ كإعفاء ساعات عمل للمعاق اللي عندها، لأن المعاقين أيا كان نوعية إعاقتهم أو جنسهم أو جنسيتهم عندنا في المجتمع هنا الكويتي يجابهون نفس الصعاب. نعم. ونفس التحديات. كذلك أم الكويتية هي أيضا تبقى كويتية ومواطنة مثل ما الكويتي أخذ مكلف على ولده. ليش؟ أساس دعم الأسرة له. أيضا الأم الكويتية تبي أيضا من يدعمها، وإن شاء الله الأمور في اتجاه أن فعلا يتم يعني الوصول إلى صيغة معينة بحيث تعطى هذه الأم الكويتية تفرغ لرعاية ولدها. من الأشياء المهمة جدا واللي الحمد لله ما صار عليها أي اعتراض وهذه مهمة جدا هي نقل ملف تعليم إلى وزارة التربية. كان الملف التعليمي عند الهيئة ولا زال. التعديل الجديد ألزم الحكومة بأن تنقل الملف التعليمي من الهيئة إلى وزارة التربية، وكان في رضا للجميع للسلطتين، كان في رضا، وحتى التربية بالعكس استقبلت الأمر، والآن هي قاعدة تستعد أنها تأخذ الملف التعليمي هذا. وهذا من الأشياء المهمة اللي نقول عاط الخباز خبزة، يعني كل وزارة تأخذ ما يخصها في قانون المعاقين، ما يخص التعليم في قانون المعاقين لمن؟ لوزارة التربية. ففي استعداد، ما في أي اعتراض على هذا التعديل. كذلك من التعديلات اللي وضعت هي معادلة سنوات الخبرة اللي سواء معاق أو معاقة. كان أول 15-10، هني اقترح 10 سنوات. وكذلك المكلف كان 20-15، الأمر 15 والرجل 20، أيضا صارت معادلتهم في 15. وكثير من يعني منها أيضا أجهزة تعويضية كان في تعديل لها. وأيضا تجاوب الحلو اللي سمعتها اليومين من المعاقين إن لا يمنع إذا في اعتراض عند الحكومة إن يعني يا تصرف جهاز تعويضي يا تعطي فلوس. تقرير لي إن يعني ليش فلوس؟ يعطي جهاز تعويضي. شنو المعوقات خلتكم تضعون فلوس مقابل الكرسي؟ المعاقين بعضهم اللي تواصلوا معي قال لا عادي خلي يصير نفس المادة، ما يمنع نفس المادة ومو نقبض فلوس، والحكومة كالعادة تعطينا الجهاز. فهذا أيضا جواب حلو من المعاقين في الملاحظة اللي ذكرت عن المادة هذه. وهل هناك مثلا سرعة في استجابة مثلا متطلباتهم في توفير مثل هذه الأجهزة وكل ما يحتاجونه؟ هو لا، في تباطؤ لا شك، يعني من ظروف طبعا بسبب يعني الإجراءات، من ظروف العدد اللي نعم. زاد، من ظروف مثل ما قلت الإجراءات. الآن حسب علمنا يعني في طرح على شكل مناقصة وفي مراحلها النهائية، بحيث تكون هذه الشركات اللي راح ترسل عليها المناقصة تكون أسرع في تنفيذ الإجراء هذا وتسليم المعاقين أجهزة التعويضية. وأيضا هذا في دعم حتى من الهيئة قاعد تعمل عليه والشؤون. نعم. والوسط المعاقين أيضا متوافق معه. نعم. يعني الحمد لله في أمور قاعد تصير يعني بين المجلس وبين الشؤون، لأن هي الآن مشرفة على الهيئة، وبين المعاقين في أمور قاعد تصير فيها توافق غير أول يعني. نعم. الناشط في حقوق ذوي الإعاقة الأستاذ علي الثويني نصت التوصية الأخيرة على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإشراك الاتحادات المعنية لدراسة موضوع التأمين الصحي للأشخاص من ذوي الإعاقة. فهل ترى وجود مثل هذه اللجان تسهل على ذوي الإعاقة؟ هذه اللجان تبي تدرس مرة أخرى مو أهمية تأمين للمعاقين، لا شنو هي الخدمات اللي تضاف. فاللجنة أعتقد أنها عملها مؤقت إلى أن يصلون إلى صيغة معينة بحيث تشمل الخدمات المتنوعة اللي تخص ذوي الإعاقة، وبعدين يقرونها. وأنا يعني لا شك أن وجود هذه اللجنة ممتاز يعني، وإن شاء الله توصل إلى يعني نقول رضا المعاقين لعنايتهم الصحية، خاصة مثلا العلاج الطبيعي يحتاج مزيد من الجلسات، العلاج بالعمل، العلاج في النطق، في كثير من الأمور ما تخص غير المعاقين، تخص المعاقين. نعم. تحتاج إضافتها. إحنا قلنا يعني عطوا المعاقين الآن تأمين حالهم وحال الآخرين، وضيفوا مع الوقت. قدمنا هذا المقترح، ولكن أعتقد أنهم قالوا لا إحنا بندرسها بشكل عام. وجود هاللجنة هذه يعني هناك جدية في العمل يعني، ولا كان ما حطوا لجنة.
جميل، نتمنى لهم أكيد كل التوفيق. أيضا يعني القانون نص على أن تكون وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المشرفة على دور الحضانة المختصة بذوي الإعاقة ومنح الأشخاص من ذوي الإعاقة الشهادات المعتمدة عند اجتياز كل مرحلة تعليمية أو تأهيلية أو تدريبية. خلينا نتحدث شوي عن هذه النقطة. وهذه من الأمور اللي احنا أيضا طالبنا فيها، وجزاهم الله خير، لقينا من يستمع وطالبنا أكثر من كذي، وإن شاء الله يصير أكثر من كذي أفضل، بأن مثل ما ذكرنا من تو أنك كل جهة تأخذ ما يخصها في قانون المعاقين. الهيئة لحالها ما تقدر تسوي كل هالأشياء هذه، فنقل أيضا الملف التعليمي إلى وزارة التربية، نقل أيضا الإشراف على الحضانات والمراكز التأهيلية وغيرها إلى وزارة الشؤون، لأن يعني من دهر كان المعاقين كان وزارة الشؤون هي اللي تشرف على المعاقين، حتى تروح في المؤتمرات وفي الورش العمل والندوات وتمثيل الكويت خارجيا، كل وزارة الشؤون تطلع. فعودة هذه الحضانات والمراكز التأهيلية والتدريبية إلى وزارة الشؤون عمل محمود، وهذا المفروض يكون تخفيف عن الهيئة وأعمال الهيئة، ونفس الوقت هناك مختصين وهناك ممارسين مع سواء الأمور الإدارية أو الأمور الفنية اللي تصير الاهتمام بالمعاقين في الحضانات والرياض وغيرها. فعودتها إلى الشؤون لا شك أمر مهم. حتى احنا طرحنا على معالي الوزير الشؤون، قلنا حتى المراكز التدريبية ودور الرعاية أيضا عليها أنها ترجع إلى الشؤون، وخذينا بعد أكثر من هذا، أن أيضا على كل وزارة حتى الصحة تأخذ اللي لها، التأمينات تأخذ اللي لها، بنك الائتمان يأخذ اللي له، الإسكان تأخذ اللي لها، لأن كلهم مذكورين في قانون المعاقين. فيبقى على منه؟ يبقى على الهيئة أو على وزارة الشؤون تشرف على أداء هذه الجهات والمؤسسات لتنفيذ ما ورد من مواد تخصها في قانون المعاقين. هني راح يصير أول شيء تخفيف العبء على الشؤون وعلى الهيئة، نفس الوقت يروح العمل المتخصص لأهل الاختصاص، ونفس الوقت يكون هناك إدماج لقانون المعاقين في قوانين الدولة. احنا نبي إدماج وتمكين، وأيضا احنا ايش قاعد نسوي؟ قاعد نعزل المعاق في قانون الحالة، وهذا كان فترة من الفترات، ما نقول غلط، لا، نكون فترة من الفترات. أنت تدري لما تقدمين وتطورين لازم تفين مراحل. نعم. مرحلة من المراحل هذه إنه صار لهم قانون لحالهم عشان يسلط الاهتمام عليهم. نعم. ويصير إشراف على التنفيذ. الآن أتوقع أساس نوصل إلى العالمية وإلى التوجه العالمي وإلى تحقيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في التمكين وإدماج الكامل. نعم. إن أيضا مواد القانون تدمج في قوانين الدولة ووزاراتها وهيئاتها. نعم. فكل وزارة لما تقدم خدمات للمواطنين تحسب حساب ذوي الإعاقة عندها. نعم. من تيسيرات وغيره. في الرجوع الحضانات إلى الشؤون اتجاه صحيح. نعم. احنا رح نطلع في فاصل قصير، لكن لنا عودة والحديث أكثر مع ضيفنا الكريم الناشط علي الثويني، ناشط في حقوق ذوي الإعاقة وأمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. خلكم معنا مستمعينا، فاصل ونتواصل معكم. أصحاب الهمم طموح عالي لن يتوقف في مواجهة العقبات. رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم إشراقة أمل، مع ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ علي الثويني، ناشط في حقوق ذوي الإعاقة وأمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. رحب فيك مرة أخرى أستاذ علي. بارك الله فيكم ويعطيكم العافية. قبل الفاصل تحدثنا عن الاهتمام الواسع اللي ينصب حول إدماج ذوي الإعاقة مع طبعا المجتمع، وأيضا دور وزارة التربية ووزارة الشؤون في هذا الموضوع. لكن ما هي الجوانب السلبية التي ظهرت من خلال فصل ذوي الإعاقة؟ احنا قلنا التوجه العالمي حسب الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو إدماج المعاقين، كونهم أيضا مثل ما ذكر التنوع البشري من ضمن المجتمع اللي عليه أيضا عاتق التنمية، المشاركة في التنمية والمشاركة في نقول يعني الخطط الشاملة في الدولة، وهذا موجود حتى في قانون المعاقين، إنه يجب أن تشمل خطط الدولة ما يخص ذوي الإعاقة من خدمات وغيرها. فالإدماج عشان نوصل إلى أن يكون، وهذا الحين يعني حتى احنا في الجمعية قاعدين ندرس وقاعدين أيضا مو بس ننور شوية في أن ننطلق إلى الإدماج بطريقة يعني أخرى، بأن ننور المجتمع وننور أولياء الأمور وننور المعاقين هم نفسهم. نعم. وبعض المسؤولين بأن ما عاد هذه الشريحة نقول نوع أو فئة خلاص هؤلاء مواطنين، احنا نصفهم نقول ذوي إعاقة
ليش؟ لأن تترتب عليه حقوق مثل الأولوية، مثل الإعفاءات، مثل بعض الامتيازات، ولكنه يجب أن يعامل خلاص كمواطن. أنت يا موظف في الوزارة، يا مسؤول، يا في كل المدارس، إذا جاك هذا ذوي الإعاقة فهو مواطن. أنت شوف شنو الخدمات اللي عندك، شنو الشروط اللي تنطبق عليها، اللي المواطنين كلهم طبقها على منو؟ على هذا الإنسان، فتعتبره إنسان قبل أن يكون ذوي إعاقة، تعتبره إنسان. وكان من الأشياء اللي أيضا سلطنا الضوء عليها في هذا المفهوم الانتخابات اللي طافت. نعم. فالإعاقة الذهنية راحت انتخبت، كان في أخذ وعطى وليش وشلون وكذا. قلنا أي هذا الشخص لما يجي حق لجنة انتخابات شنو شروطها؟ انطبقت على شروط يدش. فكثير منهم انطبقت عليه الشروط، مع انه إعاقة وترى ذهنية، لكن انطبقت على الشروط. لكن شلون يعني مو مفترض انه يكون مثلا في كامل وعيه؟ فلما انا اعطيه ورقة واقول له نعم. شوف من تبي فيها، ويدور الاسم ويحط عليه صح. نعم. شوفي كامل وعيه، حتى نوبات الغير معاق احيانا يجي مو كامل وعيه لظرف معين في نفسيته، ظرف معين في مرض عنده، هذه واحده. الثاني قد يجي غير المعاق ويقول اعطيته لان ابوي قال. ايش يفترقون بين لما نقول هل هذا معاق ذهنيا كامل وعيه عشان انا اخليه يروح ينتخب؟ ما هي نفس السالفه، هذا غير المعاق ما راح انتخب اللي يبي. صحيح. ابوه قال له، ولا العائله، ولا او يا ظرف مو قادر حتى يجمع، مو قادر حتى يقرأ، يبي مساعدة الآخرين. فلما يجي ذوي الإعاقة وهو قادر يميز بين أمه وأبوه ورفيجه وصديقه ومدرسة زين، وبين الأحسن ومن الأفضل، ومن هذا طيب معاي هذا مو زين معاي، قادر أن يفرق. ونفس الوقت بعض الأهالي قاعد يدمجون عيالهم حتى في الأخبار، لما يقول لك والله مجلس أمه سوى، مجلس الأمه حاط واحدة من ذوي الإعاقة طلعت متلازمة داون، إعاقة ذهنية متلازمة داون، طلعت وقالت يا جماعة إحنا لنا حق نتعلم، ولنا حق الرياضي أن ندش في أندية وندش في مسابقات. هذه ما تقولين تفضلي صوتي؟ طبعا. فإحنا لازم ننتقل في ذهننا من كون هذا معاق ذهنيا ولا معاق حركيا ما يقدر، ولا كفيف ما يقدر يشتغل، إلى أن يكون هذا إنسان نطبق عليه حال الآخرين الشروط توافق. مثل السياقة. نعم. السياقة جت فترة العين الواحدة قالوا الإعاقة البصرية ما يسوقون، فقلنا لا، في عين واحدة يقدر يسوق. فالحمد لله إدارة المرور المسؤولين هناك تفهموا الوضع. نعم. زين، حتى دخلنا على معالي الوزير أيضا تفهم الوضع، قلنا مو كل إعاقة بصرية ما تقدر، عندك شروط، عندك معايير طبقها عليه. زين، لأن راح يجيك واحد مريض حتى في السكر، يمكن هذا يدعم العالم، يمكن يجيك واحد قلب، يمكن يجيك واحد، أنت شنو معاييرك؟ فلما يجيك هذا الإنسان مهما كان إعاقته ويتقدم، أنت شوف المعايير اللي عندك تنطبق عليه ولا ما تنطبق عليه، تنطبق عليه عطه. ففعلا هذا من أبسط حقوقهم. إيه يعني نعم. إنسان خلاص اعتبره إنسان مواطن حاله حال غيره. زين، لا تحطه بشريحة الحالة وتبدأ يعني تفصل على هالشريحة هذه، لا، أنت فصلت على المواطنين كلهم، هو دخله وياهم يتوافق ما يتوافق. وفعلا أصحاب العين الواحدة لما يروحون يراجعون المرور يقول له يروح يراجع المركز الصحي، يروح يراجع مركز المرور، تطبق عليه الشروط، ياخذ السيارة. والإعاقة البسيطة هم نفس الشيء. تطور يعني ممتاز وجميل. وفي تعاون يعني. نعم. لما تتكلم المسؤول ويتعاون معك، لا شك أنك أنت انتقلت نقلة حتى عند المسؤولين، نقلة توعوية في كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة على أساس الدمج الشامل. عشان نعم. ندمجهم الدمج شامل. الدمج مو بس بالحفلات وروح رحلات وكذا، دمج أن يكون مواطن حاله حال غيره، له حقوق وعليه أيضا واجبات. له حقوق وعليه واجبات، إنما يعطى بعض الامتيازات أو بعض الاستثناءات على أساس أنا أخليه يصير حاله حال غيره. نعم. لو ما أعطي هذا الشغلة أو ما أعطي هذه الخدمة راح أعزله، لكن أنا أعطيه هالخدمة هذه أو الميزة هذه أساس يتساوى مع الآخرين. ممتاز. هل لديك أي مقترحات أو تعديلات تسعى لإقرارها في اللجان الطبية أو العملية التعليمية والصحية والأجهزة أيضا التعويضية أو أحدها؟ خلنا نأخذ واحدة. نعم. الطبية وهذا احنا ذكرناه والحمد لله. أيضا في تجاوب، قعدنا مع وزير الشؤون، في تجاوب مع مدير الهيئة، في تجاوب بأن اللجان الطبية، وهذا أيضا مذكور في قانون 8/2020 وفي الاتفاقية الدولية، أن يكون رأي من الآراء. احنا ليش؟ عشان الكلام اللي قلناه والاندماج وكذا. أيضا يجب لما نطبق على المعاق شيء، يجب أن نطبق كل الجوانب بما فيها الاجتماعية والنفسية والبيئية، مو بس الطبية. فنقول هذا شو اسمه مبتور الطرفة ما يقدر يسوق سيارة، خليه حق الأمور البيئية، نشوف هذا نعطيه قدم اصطناعية أو نجيب السيارة ونركب فيها مثلا قيادة باليد وكذا. خلينا نسوي شيء آخر نخليه يستعمل هذا السيارة ويندمج معي، ما أركن على رأيي بس الطبي الحالة اللي قاعد يصير الآن. وهذا وإن شاء الله في تغيير إن شاء الله بإذن الله حسب ما سمعنا من المسؤولين، إن ما يجب الاعتماد بس على اللجان الطبية في تقرير
مصير هذا الإنسان، هو معاق ولا غير معاق. نعم. هذا اللجان الطبية يجب أن تكون عند وزارة الصحة، ونفس الوقت يكون لها رأي واحد. بعدين ينتقل هذا الرأي أو هذا التقرير إلى لجان أخرى، لجان فنية في الهيئة، فيها الخدمة الاجتماعية وفيها الأخصائي النفسي وفيها أيضا الأكاديمي وفيها أحد من ولي الأمر أو أحد من جمعية النفع العام لتمثل البيئة. هنا يبدأ نقول هذا شنو معاق أو غير معاق، وحسب أيضا تعريف المعاق سواء في القانون الكويتي أو الاتفاقية الدولية. النقطة الأخرى قلت غير اللجان الطبية اللي هو العملية التعليمية والصحية. التعليمية قلنا أو الأجهزة التعويضية. قلنا التعليمية بتروح حق وزارة التربية. وعندنا قطاع التعليم الخاص ما شاء الله في شباب كويتيين وأيضا متخصصين ودرسوا برا وتعبت عليهم الدولة، ويوم متخصصين في الإعاقات جميعها، قادرين على أن ينجحون وقادرين على أن يحملون هذا الملف، وقادرين أيضا على تقييم المدارس والمراكز والمدارس الخاصة وحتى الحضانات. عندنا شباب في الملف التعليمي لما يروح وزارة التربية ما شاء الله عليهم، حتى اجتمعنا معهم عدة اجتماعات متنورين سواء من رجال أو نساء، ونتوقع النجاح لهذا الملف في التربية إن شاء الله. أما بالنسبة للأجهزة التعويضية هناك أيضا عدة أفكار، من بينها المناقصة، عمل المناقصة أساس أنه يمشي الدور، لأن الجهاز التعويضي هو جزء لا يتجزأ من حياة هذا الإنسان. بس احنا نرجو وهذا ذكرناه أيضا حق المسؤولين، أن يعطى هذا الشخص حرية الاختيار، اختيار كرسية، ويؤخذ بعين الاعتبار ملاحظاته على كرسية ومتطلباته واحتياجاته، زين، وأن يكون شريك. وإحنا بندمج ونعترف في هذا المعاق في المجتمع وندمجه، أن يكون شريك في إعداد التقرير الفني مع الفني اللي قاعد بياخذ قياساته. هذا مهم جدا، الرسالة نقدمها لإخواننا جزاهم الله خير المسؤولين، بأن يؤخذ بعين الاعتبار رأيه في الكرسي أو في السماعة اللي بياخذها أو أيا كان الجهاز، وكذلك مشاركته مع التقرير الفني. هناك أجهزة تعويضية وذكرناها أيضا المسؤولين، وإن شاء الله بعين الاعتبار. في أجهزة مو إلا تكون صحية، هي أجهزة تعويضية سواء حتى في المجال التعليمي. الكفيف عطي جهاز البريل سنس، الجهاز الحديث هذا يخلص لك المعاملة، تروحي له أنت بالكاونتر يخلص لك المعاملة. نعم. فإحنا بنقول حق الهيئة وسعوا شوية من توفير الأجهزة التعويضية، ولا تخصونها فقط في السماعات والكراسي. هناك أجهزة تعويضية أيضا تخصها في البيت عشان يكون يعني يقدر يتحرك في البيت، يقدر مثلا عندنا الصم، الأم لما ينام ولدها في هزاز تعرف إنه قاعد ولا ما قاعد، هذا جهاز تعويضي، زين، وعين أسرة الصم هذه على رعاية وتربية عيالهم وهي تحتاجه. ففي أمور في أجهزة تعويضية أخرى تهم الجانب الوظيفي وتهم الجانب التعليمي علاوة على الجانب الصحي، وإن شاء الله يتوسعون في يعني توفير هذه الاحتياجات. نعم. أستاذ علي الثويني، مثل ما أن يعني الحكومة يعني يكون لها دور كبير في الاستجابة لمتطلبات واحتياجات ذوي الإعاقة بكافة وزاراتها بكافة هيئاتها، أيضا دور الأهل ما ننسى له دور كبير، وهو الدور الأولي والأساسي من ناحية التربية من ناحية تنشئة الأفراد من ذوي الإعاقة. كلمنا شوي عن هذا الدور المهم والأساس في التربية لذوي الإعاقة. عشان كذي بعض التعديلات اللي قروها مجلس الأمة ثم عادت مرة ثانية فيها دعم للأسرة، وهني نحب ننور المجتمع، خاصة لما يقول ليش تعطون الأبو كذا، ليش تعطون الأم كذي، ليش هذيلا يطلعون إحنا ما نطلع، ليش هذيلا عندهم إعفاء عمل، على أساس النقطة اللي ذكرتيها ندعم هذه الأسرة لرعاية ولدها. في أحد البلدان الأوروبية تعطى الأم بعد مو المعاق كرت لسنوات معددة لما يكبر الولد، كرت مواقف سيارات. ليش؟ تقول عشان نعينها على طفلها هذا المعاق، لأنه يحتاج مواعيد سريعة والدخول على الطبيب سريع، وهذا على ما تلقى مكان ويدور مكان يبسط ما يلقى، فإحنا نعطيه هذه الكرت إلى أن يعني يكبر الولد وكذا يبدأ يسحبونه منه. فإحنا دعمنا للأسرة أساس تأدي دورها، لأن دور الأسرة مهم جدا. لما تأخذين اثنين مثلا أطفال، خاصة نقول الإعاقات الذهنية، وشوفين واحد إحنا عندنا إعاقات ذهنية نخليهم يفتتحون الحفلات، هاي تقرأ إنجليزي وهذا يقرأ عربي، الكلمة هم يفتتحونها. وعندنا أيضا واحدة من الإعاقات الذهنية معانا في مجلس الشباب في الجمعية، تقعد معانا تجتمع وكل شيء. ليش؟ اهتموا فيها البيت، اهتمت فيها الأسرة. فلما أنت يصير عندك اثنين، واحد لا معتمدين يعني المدارس أيضا تهتم، لكن أيضا فيها تقصير. وإذا الأهل ما يهتمون وعندك أسرة ثانية لا الأهل مهتمين والمدرسة مهتمة، تحطينهم اثنين وراح تلقى فارق كبير مع نفس الإعاقة. دورها الأسرة كبير، والأسرة
على يعني اهتمامنا بالأسرة يجب أن يكون من جانبين. الأسرة بذاتها هي بنفسها يجب تثقيفها وتعليمها، وكذلك الأسرة يجب متابعتها. في أحيانا تحتاج أن تتابع الأسرة، تبي شيء، تبي دعم فني، تبي دعم ثقافي، عندها معوقات، ونفس الوقت تحاسب في التقصير. نعم. اثنين، على أيضا الجهة المختصة أنها تدعم هذه الأسرة على أساس تأدي دورها. يعني لما يقول حق الأسرة زين أنتم ما وديتوا ولدك من هناك، ما وديتوا عيالكم، ما طلعتوهم، زين توفرون لهم. نعم. مثل مواقف السيارات ليش ما توفرون لهم؟ مثلا مخاطبة الجهات الأخرى من أماكن ترفيهها وغيرها، ليش ما يحطون معينين، يحطون كراسي، ليش ما تحطون مواقف لهم؟ زين ليش ما يصير هناك يعني معينين أساسا؟ ليش؟ عشان أشجع هذه الأسرة تهتم في ولدها وتروح تدمجه وتطلعه. لكن لما تجي الأسرة تقول أنا وين أودي ولدي؟ التعليم يعني ما في شهادات، لما أروح الأسواق ما ألقى رامات، فخلي ولده في البيت أحسن. فاهتمام الأسرة لا شك ضروري وعليهم واجب، وواجبنا أيضا ندعمها. إشراقة أمل، إنجازات رغم التحديات. كل الشكر لك الأستاذ علي الثويني، الناشط في حقوق ذوي الإعاقة وأمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين. كل الشكر أيضا لاهتمامكم الواسع في متابعة قضايا المعاقين، والسعي دائما لتلبية كافة احتياجاتهم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شكرا لك، وأكيد نتمنى لكم يا رب كل التوفيق وإن شاء الله النجاح في تلبية هذه الاحتياجات. شكرا لك الناشط علي الثويني، ولهنا نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم إشراقة أمل، على أمل إن شاء الله أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. في أمان الله وحفظه ورعايته. كنتم مع برنامج إشراقة أمل. تقبلوا تحيات فريق العمل: مطير المطيري، زهراء رمضان، سارة الصفار، دلال زيد. برنامج إشراقة أمل للمخرج عبد الله سليمان.